بيبدأ الفيلم في المستقبل بجندي البحرية جيك اللي اتصاب خلال الحرب إصابة في عموده الفقري فعملت له شلل، واضطر جيك من وقتها إن هو يتحرك على كرسي بعجل، وخصوصا إن العملية اللي محتاج يعملها في العمود الفقري مكلفة جدا وهو مش بيملك تمن العملية. لكن جيك من جواه رغم إن هو مشلول حاليا لكن بيحب المغامرة لسه، لأن هو رافض فكرة إن هو يعيش عاجز طول عمره. وفي ليلة بيكون جيك في ملهى ليلي فبيلاقي راجل بيضرب واحدة ست، فبيروح جيك يدافع عنها وبيضرب الراجل دوت وبيتخانقوا سوا، لكن الأمن بيروح حاتفين جيك بالكرسي بتاعه بره الملهى الليلي. وهنا بيقابل جيك اتنين مندوبين من وكالة فضائية بيبلغوه بأن توم أخوه التوأم مات، وبنعرف إن توم كان عالم فضائي ودرس 3 سنين في مشروع فضائي كبير اسمه برنامج الأفاتار، والبرنامج ده بيعمل مشروع فوق كوكب شبيه لكوكب الأرض واسم الكوكب ده بندورا، وبيسكن الكوكب ده شعب اسمهم شعب النافي، وأحجامهم كبيرة شوية عن البشر ولونهم بيكون أزرق، وبيكون لونهم دوت مناسب للبيئة اللي هم عايشين فيها. والوكالة الفضائية ديت كانوا معتمدين على توم في مشروع برنامج أفاتار علشان أبحاثه ودراساته للبرنامج، فبيقولوا لجيك بأنهم جايين ياخدوه معاهم يكمل المهمة الفضائية مكان أخوه توم لأن جيناتهم متطابقة ويقدر يحل محله. فبيزعل جيك طبعا على موت أخوه، لكنه في نفس الوقت بيحس بأمل إنه هو هيعمل حاجة مهمة في حياته رغم إنه هو عاجز. ده غير انهم هيدوله مقابل مادي كبير جدا ويقدر ساعتها يعمل عملية العمود الفقري ويرجع يمشي زي الاول، خصوصا ان كل حاجة في المستقبل بقى سعرها عالي جدا وخيالي. ولكن بيقولوله ان الرحلة ديت هتستغرق سنين ومنهم بس 6 سنين هيضيعوا في المركبة الفضائية وهم في طريقهم لكوكب بندورا. لكن جيك بيوافق برضه وبيتحمس للمهمة وبيسافر جيك فعلا، وعلشان ما يحسوش بالوقت هو والجنود اللي معاه بيكونوا جوه كبسولات تجميد علشان يناموا ال6 سنين كلهم اللي هم المسافة بتاع الرحلة، وبعد كده هيبقوا يصحوهم فوق كوكب بندورة أول ما يوصلوا بعد مرور 6 سنين، وكأنهم كانوا نايمين ليلة واحدة بس، وبتمر ال6 سنين مسافة الرحلة وبيوصلوا لكوكب بندورة بسلام وبيدخلوا الغلاف الجوي بتاعه، وبيخرج جيك والناس اللي معاه من كبسولات التجميد، وبعدها بيركبوا طيارة وبينزلوا بيها فوق كوكب بندورة وبيلبسوا أقنعة الأكسجين لأن مفيش أكسجين فوق الكوكب ده. وبيوصل جيك وسط مشروع افاتار العملاق وبيلاقي هناك جنود كتير جدا وشغالين لوكالة الفضاء علشان الفلوس الكتير اللي بتدفعها. ولكن جيك رغم عجزه مش بيحسس نفسه بانه هو اقل منهم، وبيشوف جيك الالات الضخمة اللي هناك وبيلاقي سهام لونها ازرق مخترقة العجل بتاع شاحنة معدية ضخمة قدامه، وده بيفسر ان في مقاومة من شعب النافي وانهم بيعتبروا البشر محتلين لان السهم دي بتاعت شعب النافي. وده فعلا اللي بيعرفه جيك لما بيحضر هو والجنود اللي معاه محاضرة مع مايلز، ومايلز ده هو القائد بتاع الجيش اللي موجود في كوكب بندورة برتبة كولونيل، وبينبههم مايلز بخطورة المقاومة بتاعت شعب النافي لانهم شعب ذكي جدا واقوياء جدا واحجامهم كبيرة، ورغم انهم بيمتلكوا اسلحة بدائية لكنها بتكون اسلحة قوية جدا ومميتة. ده غير ان معظم الحيوانات بتاعة الكوكب ده مفترسة، فعشان كده بيطلب مايلز من جنوده انهم يتبعوا التعليمات والقواعد علشان ما يعرضوش نفسهم للخطر، لانهم دلوقتي بيعتبروا في حالة حرب مستمرة مع شعب النافي. وبيتعرف جيك بعد محاضرة مايلز على 2 من علماء الاحياء وهم نورم وماكس، والعلماء دول بيوروا لجيك الافاتار بتاعه واللي كان توم بيستخدمه قبل ما يموت. والافاتار دوت بيكون مجسم متحرك على هيئة وجسم ولون كائنات شعب النافي علشان يتماشى مع بيئة كوكب بندورة. والافاتار بيكون مصنوع من مزيج من الحمض النووي البشري وحمض كائن النافي عشان يبقوا شبه بعض بالظبط في الخواص والتركيب. وكل واحد هناك بيبقى ليه افاتار بيكون قريب من شكل صاحبه وبيتم التحكم فيه عن بعد عن طريق وعي الشخص اللي معمول له الافاتار ده. ولكن وقت ما بيكون الشخص ده نايم جوه كبسولة مخصصة، والكبسولة ديت هي تبقى وحدة التحكم في الافاتار، لكن اول ما الشخص بيصحى او حد بيصحيه بيفقد التحكم في الافاتار، وبالافاتار دوت بيقدروا يتنقلوا بيه فوق الكوكب ده زيهم زي شعب النافي بالظبط. وطبعا عشان جيك اخو توم التوأم، فافاتار توم هيتفق مع وعي جيك وهيتفق مع جهازه العصبي، وبتوصل في الوقت دوت واحدة اسمها جريس، وجريس بتكون راجعة من رحلة مع الافاتار بتاعها، وجريس تبقى مديرة تشغيل برنامج الافاتار.
وهي الكابتن بتاعة الأفاتارات كلهم، وبتخرج جريس من كبسولة التحكم وبتشوف نورم وبتنبسط من وجوده معاهم لأنه هو كان زميل توم مع بعض في نفس المشروع، فخبرته كويسة كعالم أحياء. ده غير إن نورم بيتقن لغة شعب النافي زي ما في برضه أفراد من شعب النافي بيتقنوا اللغة الإنجليزية بسبب اختلاطهم وصراعهم مع البشر على الكوكب ده. لكن لما جريس بتشوف جيك وهو على الكرسي المتحرك بتقوله إن هي مش محتاجاه لأنه هو عاجز، وإن هي كانت محتاجة أخوه مش هو عشان أخوه معاهم من بداية المشروع. وبتسيبه جريس وبتمشي بعد ما أحرجته قدام الناس. وبتروح جريس لباركر، وباركر ده بقى رئيس المشروع كله بتاع الأفاتار، وبتقول لجريس بإن هي مش محتاجة جيك عشان هو عاجز وكمان أصلا ما يعرفش حاجة عن البرنامج اللي هم شغالين عليه. لكن باركر بيقنعها بإن جيك ممكن ينفعهم جدا خصوصا بإن هو عنده خبرة عسكرية. وبنعرف من باركر بإن هدف مشروع الكوكب دوت هو إنهم يستولوا على حجر مشع موجود تحت أرض الكوكب ده، والحجر المشع ده هو عبارة عن عنصر اسمه الأنبوتينيوم، وسعر الكيلو من عنصر الأنبوتينيوم ب20 مليون دولار لأنه هو مصدر هائل جدا للطاقة. وده بيفسر طبعا الحرب المستمرة بين البشر وشعب النافي لأن شعب النافي عايشين فوق الأرض اللي تحتها آلاف الأطنان من حجر الأنبوتينيوم. فبتضطر جريس تقبل بجيك لأن باركر أرغمها على كده عشان هو رئيس المشروع كله. وتاني يوم بيجربوا جيك على الأفاتار بتاعه، فبيدخل الكبسولة وبينام وبيبدأ يستخدمه وعيه في الأفاتار بتاعه، وبيفرح جدا بيه خصوصا إنه هو بقى يمشي أخيرا على رجله حتى لو عن طريق الأفاتار، لدرجة إنه هو بيطلع من المحطة وبيخرج بره وبيفضل يجري وينط لحد ما بيقابل أفاتار جريس وبتوقفه. وبتحس جريس إن هو قادر يتحكم في أفاتاره، وده المهم بالنسبة لها رغم إن هي معارضة وجوده معاهم. وتاني يوم بيقابل جيك الكولونيل مايلز، واللي بيكون مش مقتنع بمشروع الأفاتار اللي بيعملوه العلماء لأنه هو راجل عسكري مش بيفهم غير الخطط والحروب. لكنه بيطلب من جيك ينقله كل المعلومات عن شعب النافي عشان مايلز يبقى عارف هو هيعمل ايه معاهم بالظبط، وهل هيضغط عليهم فيتعاونوا معاهم ويسيبوا لهم الارض بتاعتهم عشان يخرجوا منه الحجر المشع، ولا هيحاربوهم. فجيك بيقول له انه هو موافق، وبيطلع جيك ونورم وجريس كافاتار هما التلاتة، وبتكون دي مهمة استكشافية في الغابة بطيارة هليكوبتر، وبيكون معاهم ترودي كابتن الطيارة. وبيروحوا للغابة وبيكون جيك معاه سلاح لأنه هو طالع معاهم على أساس إنه هو جندي يحرسهم زي ما باركر أقنع جريس بكده. وبيتفاجئوا وقتها بمخلوقات غريبة وضخمة وشبه الديناصورات، فبيهربوا كلهم لكن المخلوق الضخم بيفضل يجري ورا جيك. فجيك بيحاول يضربه بالرصاص لكنه مش بيعرف يسيبه، وبيقع من جيك سلاحه وشنطته خلال المطاردة لحد ما بينط من فوق شلال كبير وبيقدر يفلت من المخلوق الضخم. وبيصنع جيك باستخدام الخنجر اللي معاه رمح طويل من فروع الشجر، وبيستخدم مادة لزجة قابلة للاشتعال لقاها في الغابة وبيولع فيها بالكبريت. وهنا بتظهر ليه حيوانات شبه الذئاب، فبيحاول يبعدهم بالنار لكنهم بيهجموا عليه، فبيبدأ يقاومهم بالخنجر لكنهم بيتكاتروا عليه. وهنا بتظهر نيتيري وبتنقذه منهم، ونيتيري دي تبقى بنت زعيم القبيلة يعني من شعب النافي، فبيشكرها جيك وبيكون عاوز تعلمه أساليب القتال بتاعتهم، لكنها بتقوله يرجع مكان ما جه. وبيلاقي واحد اسمه توستي ومعاه جنوده وبيجوا يقبضوا على جيك، وتوستي ده هيكون قائد القبيلة في المستقبل. وبيودي جيك لأيتوكوان زعيم القبيلة، ودي قبيلة من قبائل شعب النافي، وأيتوكوان ده يبقى أبو نيتيري. وبيشوفه زعيم القبيلة وبيكون عاوز يقتله لأنه عارف إنه هو جندي، لكن جيك بيترجاهم يسيبوه عشان هو عاوز يتعلم منهم كل حاجة ويبقى واحد منهم. فهنا بتظهر موات أم نيتيري وبتقول لهم يسيبوه، وموات هي الست الروحانية وبتعرف إن جيك شخص طيب ويختلف عن باقي البشر اللي بيحاربوهم، فبتقرر إنهم يدوله فرصة تانية، وبتأمر بنتها تعلم جيك كل حاجة عنهم. فبعدها نيتيري بتاخد جيك عشان ينام لأن الدنيا ليلت، فأول ما بينام بيكون صحي جوه الكبسولة في المحطة الفضائية، وبكده يكون خرج من الأفاتار بتاعه. وبيبدأ جيك يحكي لزمايله كل اللي حصل معاه، وبيكونوا مبهورين بيه جدا لأنه هو عمل إنجاز كبير. وكفاية إن شعب النافي من نفسهم قرروا إنهم يعلموه كل حاجة ويبقى واحد منهم. فعشان كده باركر بيقول لجيك على موضوع حجر الأنبوتانيوم واللي عاوزين يطلعوه من أرض الكوكب، وبيطلب من جيك إن هو يحاول يقنع شعب النافي يسيبوا أرضهم ويروحوا أرض تانية لأن أرضهم هي اللي تحتها الحجر المشع. وبيقول له يعرض عليهم خدمتهم عشان يقبلوا، وهل هم مثلا محتاجين مدارس أو أدوية أو يشق لهم طرق يمشوا عليها في مقابل إنهم يسيبوا أرضهم. وبيدي باركر لجيك مهلة 3 شهور، ويكون ال3 شهور دول أقنعهم وإلا هيحاربهم بالطيارات المقاتلة وكمان بالجرافات العملاقة، وساعتها هيدمروا أرضهم. فجيك بيضطر هنا إنه يوافق، ويروح جيك للقبيلة مرة تانية وبيبدأ يتعلم من نيتيري أساليب القتال بتاعتهم وكمان ركوب المخلوقات اللي بيستخدموها في الحروب. بيقول لباركر ومايلز على مداخل ومخارج القرية اللي فيها القبيلة،
وإيه هي النقاط المحسنة عندهم والضعيفة علشان لما يقرروا يهاجموهم يبقوا عارفين يهجموا إزاي ومنين. فبيشوفوا ماكس وهو بينقل المعلومات دي لباركر ومايلز، فبيروح ماكس يقول لجريس فبتتضايق لأنهم بيتدخلوا في شغلها، ده غير إن أساليبهم عدوانية على عكس جريس اللي بتدور على السلام مع شعب النافي. وعشان كده جريس بتاخد فريقها وبيروح معسكر مجهز بكبسولات الأفاتار علشان يبقوا بعيد عن باركر ومايلز. ومن المعسكر دوت بيكمل جيك مهمته وبيروح كل يوم لنيتيري عشان تكمل معاه الحاجات اللي بتعلمها له. وبيتعلم جيك كل يوم حاجات جديدة وبتبان مهارته وسرعته واستجابته في كل حاجة. أصعب تحدي قدام جيك هو إنه يركب فوق ظهر طائر الإكران واللي بيستخدمه شعب النافي في التنقل في الجو، لكن جيك ما بيعرفش المستحيل وبيقدر فعلا يركب الطائر ده ويتمكن من الطيران بيه كمان. وبتمر التلات شهور المهلة وبتخلص مهلة جيك التجسسية على شعب النافي، فعشان كده مايلز بيطلب منه إنه ينهي المهمة لأنه هو دلوقتي حصل على كل المعلومات اللي محتاجها لغزو قبيلة الأوموتيكايا. وبيقول لجيك بإنه هو هيرجعه الأرض تاني عشان يعملوا له العملية في عموده الفقري، لكن جيك بيقول له بإن فاضل حاجة واحدة بس وهي إنه يحتفل مع قبيلة أوموتيكايا، لأن الاحتفال ده هو اللي هيخليهم يعتبروا واحد منهم ووقتها يقدر يفتحهم في موضوع إنهم يسيبوا أرضهم بالتراضي. فمايلز بيوافق وبيسيبه يروح، وبيروح فعلا جيك يحتفل معاهم ويبقى واحد منهم رسمي وكلهم بيبدأوا يحبوه. وبيصارح وقتها نيتيري بحبه ليها. وفي يوم بيكون جيك مع نيتيري بيكون نايم لأنه بيكون صاحي جوه الكبسولة ولسه بيفطر، فنيتيري بتحاول تقومه من نومه عشان لقت الجرافات بتخترق الغابة وبتقطع الأشجار. فبيخلص جيك فطاره وبيدخل الكبسولة وبيرجع للأفاتار بتاعه وبيلحق يهرب من الجرافات هو ونيتيري. وفي غرفة العمليات العسكرية بيكونوا شافوه جيك وهو بيحاول يمنع الجرافات من إنها تدمر الغابة، فبيتضايق منه مايلز وبيحس إنه هو خانهم عشان شعب النافي. وفي نفس الوقت ده بتستعد قبيلة الأوموتيكايا للحرب، فبيحاول جيك يمنعهم لكنه مش بيلحق لأن قوات الجيش في الوقت ده بتكون وصلت الكابينة اللي فيها كبسولات الأفاتارات واقتحموها وفصلوا الكبسولات عن جيك وجريس، فبالتالي وقعوا على الأرض وبيكونوا ساحوا جوه الكبسولات. فبيبتدي جيك وجريس ونورم يلموا حاجاتهم من الكابينة اللي فيها كبسولة الأفاتارات لأنهم مش بإيديهم حاجة تانية يعملوها، لكن بتجيلهم ترودي وبتقول لهم بإن مايلز بيجهز الطيارات العسكرية عشان يهاجم قبيلة أوموتيكايا. فبتروح جريس تترجى باركر إن هو يلغي المهمة لأن قبيلة الأوموتيكايا عندهم أطفال وستات وحرام يموتوا، وبتطلب منه يديلها فرصة أخيرة تروح تقنعهم إنهم يسيبوا أرضهم. فباركر بيوافق وبيديلهم ساعة واحدة بس. فبيدخل جيك وجريس كبسولات الأفاتارات وبيروحوا لقبيلة أوموتيكايا وبيقولوا لهم بإن سكان الأرض جايين بالجرافات والطيارات الحربية وهيدمروا القرية كلها وإنهم لازم يسمعوا الكلام ويسيبوا أرضهم. وبيقول لهم جيك على الحقيقة كلها وبيقول لهم بإن هو كان بيتجسس عليهم لحساب سكان الأرض، ولكن ضميره صحي وقرر يساعدهم لأن هو بقى واحد منهم، لكنهم بيتعصبوا منه جامد وبالذات نيتيري وبيقرروا وقتها يربطوهم في الشجرة. وبيوصل مايلز في الوقت دوت بالطيارات الحربية وبيبدأ في الأول يحدف قنابل الغاز المسهلة للدموع على قبيلة أوميتيكايا، فبتبدأ القبيلة تقاوم الطيارات بالسهام بتاعتهم وطبعا بتكون بدون أي نتيجة علشان فرق القوى اللي ما بينهم. وبعدها الطيارات بتضربهم بقنابل حارقة وبيدمروا الغابة، فبتروح مواد تفك جيك وجريس وبتطلب منهم إنهم ينقذوهم. وبعدها الطيارات بتضربهم بالصواريخ. وفي الوقت دوت ترودي بتنسحب بطيارتها وبترفض إن هي تشارك في الحرب الغير إنسانية ديت، وبسبب الهجوم ده بيموت أيتوكان زعيم القبيلة وبتزعل عليه نيتيري جدا. وفي الوقت دوت في القاعدة العسكرية بيفصل باركر الكبسولات عن جيك وجريس لأن خلاص مهلة الساعة خلصت، فبيصحوا من نومهم وبيتم اعتقالهم وبيحبسوهم، لكن بتيجي ترودي وماكس وبيقدروا يخرجوهم من الحبس وبيروحوا كلهم للطيارة الهليكوبتر علشان ترودي تهرب بيهم، لكن مايلز بيعرف انهم بيهربوا فبيضرب بالطيارة بالرصاص وبتتصاب جريس، لكنهم بيقدروا يهربوا وبيروحوا عند المعسكر. وبترفع ترودي بطيارتها الكابينة اللي فيها كبسولات الافاتارات عشان ينقلوهم جوه الغابة في مكان بعيد عن مايلز وباركر. وبيدخل جيك وجريس بسرعة جوه الكبسولات عشان يرجعوا الافاتارات تاني ويساعدوا قبيلة أوميتيكايا. وأول حاجة بيعملوها بيطلبوا من موات إن هي تساعد جريس في علاج إصابتها عن طريق الشجرة المقدسة اللي بتعالج المرضى، لكن للأسف بسبب جروح جريس الخطيرة بتموت. وبيقدر جيك ينط فوق طائر اسمه التروب، وده طائر خطير وكبير شبه التنين ومحدش بيقدر يركبه. وبيروح جيك بطائر التروك للقبيلة، فهناك كلهم بيبدأوا يحسوا بأنه هو شخص خارق علشان قدر يروض طائر التروك. وبيقول لهم وقتها جيك كلمة حماسية وبيقرروا يروحوا لباقي قبائل شعب النافي علشان يتحدوا كلهم ويقاوموا هجوم البشر. وفعلا بيجوا الناس كتير من قبائل تانية وبيجهزوا جيش كبير، وبتبدأ القبائل كلها تهاجم من البر وكمان بيهاجموا من الجو باستخدام الطيور المجنحة. وبتوصل طيارات عسكرية تانية وبتنزل على الأرض
وبينتشروا الجنود وسط الغابة، لكن قبائل شعب النافي بتقاوم بكل شراسة وبتدمر طيارات كتير، وترودي بتساعد شعب النافي في تدمير الطيارات العسكرية، فبيروح مايلز ضاربها بالنار فبتقع بطيارتها وبتنفجر. لكن وقتها كل الحيوانات والطيور الغابة بتتحد هي كمان وبتحارب البشر لأنهم برضو بيدافعوا عن أرضهم. وبينزل مايلز من طيارته بروبوت آلي عشان طيارته اتفجرت لما جيك حدف فيها قنبلة قبل ما يحدفوا على قبائل شعب النافي القنابل قوية جدا واللي كانوا سايبينها للآخر. وعلى الأرض بيشتبك مايلز مع جيك، وقبل ما يقتله بالخنجر بتروح نيتيري قاتلة مايلز بالسهم، وبتلحق نيتيري تنقذ جيك تديله قناع الأكسجين جوه الكابينة لأن مايلز كسر إزاز الكابينة اللي فيها كبسولات الأفاتارات، فالأكسجين اللي جواها اتسرب. وبتنتهي الحرب وبيكسب شعب النافي المعركة وبيطردوا كل البشر اللي على كوكبهم وبيسيبوا بس جيك وأفاتارات تانيين، وبيقرر جيك يبقى واحد منهم بجد فبيودوه للشجرة المقدسة وبتنتقل روحه ووعيه للأفاتار بتاعه علشان يبقى عايش بيه بقية عمره مع حبيبته نيتيري وشعبها الطيب. وبينتهي الجزء الأول. بيبدأ الجزء التاني من الفيلم على كوكب بندورة، وبتكون عدت سنين كتير على طرد البشر الأرضيين من الكوكب، واللي طردهم بيكون جيك والعلماء ومعاهم قبائل شعب النافي. وبنشوف ان الحيوانات والطيور رجعوا تاني هما والطبيعة الخلابة والسلام على الكوكب، وبنعرف بان في علماء فضلوا على كوكب بندورة بالافاتارات بتاعتهم لان الحياة الطبيعية عجبتهم وبقت بالنسبة لهم مكان احلى من كوكب الارض، زي نورم وماكس واللي بيكونوا عايشين على انهم بشر عادي زي ما هما وافاتاراتهم لسه موجودين معاهم، ولما بيحبوا يستخدموهم بيدخلوا الكبسولات بتاعتهم. وكمان بنعرف ان جيك بعد ما نقل الوعي بتاعه كله لجسم الافاتار بتاعه واتجوز نيتيري بقى هو زعيم القبيلة وخلف من نيتيري 3 اطفال وكبروا على مر السنين. وبيكون جيك مربي ولاده تربية شبه عسكرية لان هو عنده خلفية عسكرية، والاهم من ده ان هو حسه الامني عالي علشان هو عارف ان البشر مصيرهم هيرجعوا تاني للكوكب وهيحاولوا يحتلوا الكوكب تاني وهينتقموا من كل شعب النافي وكل القبيلة. وكمان بيكون معلمهم هو ونيتيري خلال السنين اللي فاتت ديت حاجات كتير زي الصيد والقتال وركوب طيور الايكران المجنحة، لكن الوحيد اللي بيركب طائر التروك الضخم هو جيك لانه هو اللي مروده. وعلمهم كمان اللغات النيفية والانجليزية، وحياتهم بقت لطيفة ومستقرة. واولاد جيك بالترتيب هم اتيان الابن الاكبر وبعديه لواك واصغر واحدة فيهم هي توك. ولكن جيك ونيتيري بيكون ليهم ابنة رابعة بالتبني وهي كيري، وكيري اصلا تبقى بنت العالمة جريس اللي ماتت في الجزء الاول. وبعد ما كيري اتولدت زرعوا لها وعي وذكريات جريس زي ما جيك عمل، ولكن جيك وقتها كان اختياره هو. يعني ببساطة كده جريس اصبحت ميتة وافاتارها هو كمان ميت، ولكن وعيها وحياتها كلها بقت جوه جسم كيري. وبيخمنوا بان غالبا جريس كانت على علاقة سرية مع نورم، والعلاقة دي عملوها هم افاتارات وحملت منه قبل ما تموت، فممكن تبقى كيري هي بنت نورم، ولكن نورم معترفش بكده لسه. وكمان في شاب تاني في سن اتيان ولواك عايش وسطهم، ولكن الشاب ده بشري اسمه سبايتر، وسبايتر دوت لا جيك ابوه ولا نيتيري امه، ولكن جيك مخليه وسطهم ومصاحب ولادهم وبيعامله كانه واحد منهم. وسبايتر ده ابن واحده ست كانت بتشتغل في المحطه الفضائيه من سنين، وكانت على علاقه سريه بالكولونيل مايلز، ولكن هما الاتنين ماتوا في الحرب مع شعب النافي. لكن العلماء وقتها قدروا ينقذوا البيبي في بطن الست ديت وسموه سبايتر، وكمان هما اللي ربوه. لكن نيتيري لحد دلوقتي مش قادره تحب سبايتر لانه هو ابن مايلز عدوهم، ومايلز ده اللي قتل ابوها وناس كتير من شعبها. وبنكتشف ان البشر جهزوا نفسهم ورجعوا تاني لكوكب بندورة، وبيرجعوا تاني بسفنهم ومراكبهم الفضائية وبشكل اكبر من الاول وكمان بتكنولوجي احدث بكتير. وبينزل البشر على كوكب بندورة، وبسبب محركات السفن فبيحرقوا الاشجار، فالحيوانات والطيور بتهرب تاني بعد ما عاشوا سنين استقرار وسط الطبيعة. والبشر بيكونوا راجعين المرة ديت عشان يحتلوا الكوكب ويعملوا عليه مشاريعهم الضخمة وينهبوا ثرواته. والاهم من كل ده ان هم راجعين كمان عشان ينتقموا من جيك وشعب النافي علشان الحرب اللي خسروها قدامهم من سنين. فبتحزن نيتيري وبتبكي لانهم ما صدقوا يعيشوا في سلام وامان بعيد عن سكان الارض المحتلين، وخصوصا بانه هي دلوقتي بقت فطبيعي خايفة على اولادها اكتر من نفسها هي وجيك. وبعد مرور سنة بتوصل بعثة فضائية جديدة من افاتارات البشر لكوكب بندورة، وبيبدأ يخترقوا بسفنهم الفضائية الغلاف الجوي للكوكب عشان يهبطوا عليه. والبعثة ديت طالعة من كوكب الارض، وكان بقالهم 5 سنين في الطريق. وبيكون مع البعثة الفضائية ديت افاتار الكولونيل مايلز اللي مات، وكمان افاتارات زمايله الجنود الميتين، لان مايلز جاي هو كمان علشان ينتقم ولكن بشكل شخصي، وتحديدا بيكون عايز ينتقم من جيك ونيتيري لان جيك هو اللي حاربه لما انضم مع شعب النافي، فبيعتبر بالنسبة ليه خاين، ونيتيري هي اللي قتلته بالسهم. وافاتارات مايلز وجنوده برضه قصتهم
قصتهم تشبه قصة كيري اللي اتنقل ليها وعي أمها اللي ماتت، لأن مايلز قبل ما يموت كان متفق مع باركر على إنه هو وجنوده إذا ماتوا في الحرب ينقلوا وعيهم وذكرياتهم ويزرعهم جوه أفاتارات قوية علشان يقدروا يواجهوا أفاتارات جيك وزمايله العلماء وشعب النافي. وفي يوم بيجهز جيك هجوم على قطر امدادات عسكرية للبشر وعلى طيارات عسكرية، وبيهجم جيك من الجو على الطيارات العسكرية باستخدام الطيور المجنحة، وبيكون معاه نيتيري وولاده نيتيام ولواك للمراقبة. والهجوم البري على القطر بيكون قائده نورم ومقاتلين من قبيلة الأومتيكايا، وبيفجروا السكة الحديد بتاعة القطر وبيخرجوا القطر عن مساره وبيدمروا الطيارات الحربية وبياخدوا كل الغنائم اللي بيلاقوها قدامهم من أسلحة ومعدات وقنابل. لكنهم بيتفاجئوا بطيارات حربية جاية تهاجمهم من بعيد وبيقتلوا كذا واحد من قبيلة الأومتيكايا، لكن جيك وعيلته والعلماء بيقدروا يهربوا منهم. وبيوصل مايلز وظباطه لكوكب بندورة وبيروح يقابل الجنرال أردمور، ودي تبقى القائدة العسكرية لبعثة الأرضيين الجدد. فبتفكروا أردمور بأن هدفهم واحد وهو القضاء على جيك والمتمردين من شعب النافي، لأنهم معطلين مشاريع التنمية الضخمة اللي بيعملوها على كوكب بندورة، علشان هما بيجهزوا الكوكب ده دلوقتي على إنه يبقى كوكب جديد للبشر ويقدروا البشر يتنقلوا ويعيشوا فيه. وبتقول أردمور لمايلز بأن جيك وجنوده بيخسروهم خسائر جامدة جدا ومش عارفين يوصلوا ليهم. وبتقول كمان بأن معسكرات جيك في كهوف وسط منطقة الجبال المعلقة، ولكن مش عارفين برضو يحددوا مكانهم بالظبط. فبيقرر مايلز إن هو يروح الجبال ديت بطياراته العسكرية ويدوروا على جيك وجماعته، خصوصا بأن شكلهم كأفاتارات هو وجنوده هيسهل عليهم الاختلاط بشعب النافي وبالتالي ممكن يثقوا فيهم، فيدلهم على الأماكن السرية اللي في الكوكب اللي جيك بيستخبى فيها. وفي نفس الوقت دوت بيكون لواك واخد اخواته البنات كيري وتوك ومعاهم سبايتر وبيوديهم عند الكابينة اللي كان فيها كبسولات الافاتارات وسط الغابة، وده المكان اللي مات فيه مايلز جوه الروبوت الآلي بتاعه على ايد نيتيري وجيك. لكنهم بيتفاجئوا بان مايلز وجنوده هناك ومش بيكونوا عارفين مين دول اصلا، لكن لواك بيبلغ ابوه جيك عن طريق الاتصال اللاسلكي اللي ما بينهم، وبيقول له ان في ناس شكلهم زي شعب النافي ولكن غريب شوية والناس ديت معاهم اسلحة. فبيترجم على طول جيك بان دول افاتارات من كوكب الارض، وبيروح بسرعة هو وابنه الكبير نيتيام ومراته نيتيري على المكان ده عشان ينقذوهم. لكن مايلز بيكون اسرع منهم لانه بيلاقي الاولاد وبيقبض عليهم كلهم. وبيعرف مايلز من سبايتر اسم امه، فبيعرف هنا انه هو يبقى ابنه. وبيقرر مايلز ياخدهم كلهم على القاعدة العسكرية كرهائن. فبيبلغ الجنرال اردمور وبيقول لها تبعت الطيارة عسكرية في المكان اللي هو فيه، فبتقول له بان هي جايه له بنفسها خلال ساعات. وبيدخل الليل عليهم وبيكون ده الوقت المناسب لجيك ونيتيري عشان يحرروا اولادهم من الاسر. فبيهجموا بالسهام وبيقتلوا افاتار من الجنود وبيقدروا يحرروا اولادهم وبيهربوا بيهم بسرعة. لكن مايلز بيضرب عليهم قنبلة من بعيد فبتنفجر جنب سبايتر وبيقع على الارض، وبيقدر مايلز ياخده معاه اسير. وفي القاعدة العسكرية بيحاولوا يستجوبوه عن طريق جهاز كشف الكذب علشان لما يسألوه ما يعرفش يكذب عليهم، لكن سبايتر بيكون ذكي جدا وبيقاوم التعذيب كمان ومش بيرضى يقول اي معلومات خالص عن جيك وجماعته. فمايلز بيقرر يستجوبه بنفسه بالسياسة وبدون تعذيب خالص لانه هو برضه يبقى ابنه. فبياخده معاه لغرفة التحقيق وبيوصفه على انه هو شاب شجاع وصبور، وبيطلب منه يروح معاه رحلة جوه الغابة، وبيقول له انه هو مش هيسأله عن مكان جيك خالص لانه هو عارف انه هو جدع ومش هيرضى يفتن عليه. لكن برضه مايلز بيهدده بانه هو لو ما سمعش الكلام وجه معاه هيرجعه تاني وهيسلمه لاردمور تعذبه. فبيضطر هنا سبايتر انه هو يوافق علشان على الاقل يخرج من المكان ده. وفي نفس الوقت بيكون جيك خايف ان التعذيب ممكن يخلي سبايتر يعترف، وعشان كده بيقرر جيك يسيب القبيلة ويتنازل عن زعامتها للنائب بتاعه. وبيكون مقرر يعمل ده كله علشان خايف على عيلته من الخطر، لان اكيد مايلز هيعرف مكانه من سبايتر. فبياخد جيك عيلته وبيسافروا بالطيور المجنحة لمكان تاني خالص على الكوكب، ولكن المكان ده ساحلي على البحر وبيكونوا عبارة عن مجموعة جزر. وبيروحوا القبيلة من قبائل الجزر ديت وبيكون اسمها القبيلة ديت ماتيكاهينا، وزعيمهم اسمه تنواري ومراته اسمها رونال، وليهم ولدين وهما ريكوست واونو وبنت من سن كيري اسمها تيسيريا. والقبيلة ديت بيتكلموا انجليزي عادي. فبيطلب جيك من تنواري انه هو يقويهم عنده عشان يستخبوا من الارضيين، لكن تنواري بيخاف ان البشر يعرفوا ان هم عنده فيهجموا عليهم لان قبيلته ملهمش ذنب ولا ليهم في الحرب اللي دايرة دي اصلا لان هم صيادين سمك وبس. لكن جيك بيوعدهم بان هو مش هيسبب ليهم مشاكل. فبيقرر تنواري ان هو يستضيفهم عنده وبيبدأ يتعلموا منهم الصيد السمك والغوص وركوب اسماك
الألوا. وعلى الناحية التانية بيكون مايلز واخد جنوده ومع سبايتر وبيروحوا فوق جبل من الجبال المعلقة، والجبال المعلقة ديت هي مركز تجمع طيور الإكران المجنحة، وبيقدر مايلز يركب واحدة من طيور الإكران وبيطير بيها، لأن مايلز طلب من جنوده إنهم يبقوا شبه شعب النافي بالظبط علشان شعب النافي يثق فيهم، ولما يجوا يسألوهم عن مكان جيك يقولوا لهم بسهولة. وبنرجع لجيك وعيلته اللي بيتعلموا بسرعة كل حاجة من قبيلة ميتيكاهينا. وفي يوم بيتريق اونو ابن زعيم القبيلة ديت على كيري، فبيضطر الواك يضربه، فلما جيك بيعرف بيزعق له وبيقول له ان عيب عليهم لانهم ضيوف عند الناس ديت، وبيأمره يروح يعتذر ليه بسرعة. فبيسمع الواك كلام ابوه فبيروح يعتذر لأونو، فبيقبل اونو اعتذاره، لكن اونو بيكون عاوز ينتقم منه، فعشان كده بياخدوا تاني يوم مع اصحابه بيروحوا يصطادوا في مكان بعيد جدا في عرض البحر، وهناك بيسيبوا الواك لوحده وبيرجعوا. فبيلاقي الواك مخلوق مفترس في البحر بيهاجمه، لكن على اخر لحظة بيجي حوت ضخم اسمه حوت التلوكوان وبيقتل المخلوق المفترس ده، وبيطلع الحوت الواك من البحر قبل ما يغرق وبيشيله فوق ظهره كمان. وبيبقوا صحابه بيحبوا الحوت جدا لان الواك ساعده ان هو يشيل السهم الضخم اللي اخترق السعنفة بتاعته، وبيرجعوا الحوت تاني للقبيلة. فالواك بيقول له يرجع هو قبل ما حد يشوفه ويأذيه، فبيرجع الحوت تاني للبحر. وبيدخل لواك القرية وبيكون الكل قلقانين عليه جدا، وكمان اونو بيكون اعترف لابوه بانه هو وداه يصطاد في مكان بعيد، ورغم ان زعيم القبيلة شايف ان ابنه غلطان الا ان لواك بيطلع راجل وبيقول لهم بان اونو ملوش ذنب وان هو اللي صمم يروح هناك بنفسه. فبيتكسف اونو وبيحس ان هو صغير جدا قدام شهامة لواك، وعشان كده بيقرر ان هما يبقوا صحاب بجد. وبيحكي ليهم لواك عن الحوت التلوكوان اللي انقذه ورجعه، لكنهم مش بيصدقوه، خصوصا ان معلوماتهم عن الحوت ده بانه هو خطير ومفترس. لكن لواك بيأكد ليهم بانه هو الحوت طيب واليف وان هما كمان بقوا اصحاب. وفي الوقت ده بيوصل نورم للجزيرة اللي عايش فيها جيك وعيلته مع قبيلة ميتاكاهينا، وبيكون معاه طيارة عسكرية سارقها من البشر، وعلشان كده بيعرفوا البشر عن طريق تعقب الاشارات مكان الطيارة ديت. فبيخمن مايلز بان جيك مستخبي هناك، وبيقرر انه هو يروح ليهم الجزر هو وجنوده بطيارات حربية مقاتلة بر مائية. وبيوصلوا فعلا للجزر وبيكون معاهم سبايتر، وبيروحوا للقبيلة اسمها تونواي، وبيبدأ مايلز يوري لسكانها صورة لجيك علشان يسألهم على مكانه، ولكنهم بينكروا انهم يعرفوه. فمايلز بقسوة بيقتل مخلوق من مخلوقات الألو البحرية علشان يهددهم ويخوفهم، ورغم ان سبايتر بيترجاه انه ما يأذيش حد الا ان مايلز بعد ما بيقتل المخلوق ده بيأمر جنوده يحرقوا الأكواخ. وفي الوقت دوت بيوصل لتنواري خبر بان مايلز وجنوده ومعاه شاب من البشر بيدوروا على جيك، وان هو قرب منهم جدا لانه هو في الجزر دلوقتي، ولكن بيطمنوا بانه هو منبه كل القرويين ان محدش يفتن على مكانهم. فبيشكروا جيك وبيبدأ يفكر في خطة الدفاع لعيلته وكمان القبيلة اللي مستضيفاهم، لانه هو متأكد بان وصول مايلز ليه امر وشيك. وبنعرف ان البشر بيصطادوا حيتان التلكوان عشان يحصلوا على مادة غالية جدا جوه اجسامهم، والمادة ديت اسمها مادة امريتا، والمادة ديت بتوقف الشيخوخة عند الانسان، فعمر الانسان بيطول وبيفضل شباب، وسعر العبوة من المادة ديت 80 مليون دولار. وتاني يوم بيعرف سكان القبيلة المذبحة اللي البشر عملوها في حيتان التلكوان، ورغم ان زعيم القبيلة عارف انهم كقبيلة ملهمش ذنب يتعاقبوا بسبب جيك، ولكن برضه بيقرر ان مصيرهم يكون واحد ويقاوموا البشر سوا. وفي الوقت دوت بيروح لواك واخواته واولاد تنواري يدوروا على الحوت صاحب لواك، فبيلاقيه لواك فعلا، لكنه بيلاقي في جسمه جهاز تتبع، فبيحاول ان هو يشيله. لكن في الوقت دوت بيكون مايلز وجنوده وصلوا بالسفن بتاعتهم، ولكن لواك بيكون انقذ الحوت وخلاه يغطس ويهرب، وبيحاولوا هم كمان يهربوا تحت المية، لكن مايلز بيقدر يصطادهم كلهم بالشبكة الكبيرة، وبياخدهم كلهم رهاين معاه في السفينة علشان يبقوا وسيلة ضغط تخلي جيك يسلم نفسه. وفي الوقت دوت جيك بيعرف اللي حصل ده لان في تواصل لاسلكي بينه وبين ولاده، فبيروح جيك لتنواري وبيقول ان ولادهم اتخطفوا، فبتجهز القبيلة كل الاسلحة بتاعتها، وجيك ونيتيري ونيتيان بيجهزوا الطيور المجنحة، وكلهم بيروحوا عند المكان اللي فيه سفينة مايلز وولادهم. ومايلز بيهدد جيك بانه هو هيقتل اولاده لو ما راحلهوش لوحده، فبشجاعة جيك بيقرر يضحي بنفسه ويروح علشان محدش يتأذى. ولكن قبل ما يروح لمايلز بيجي الحوت وبيدمر السفينة، فبيهجم جيك وجماعته، وبتدور معركة كبيرة جدا ما بينهم،
والضحايا بيكونوا كتير من الطرفين، وجيك بينط على السفينة وبيحرر أولاده وبيعمل ليهم تغطية بالنار علشان يقدروا يهربوا، لكن للأسف وهم بيعملوا كده فبيتصاب نتيام وبيموت. وبيحزن جيك ونيتيري جدا على موت ابنهم نتيام، وكان جيك معتمد بأن لواك يهرب اخواته لحد بر الأمان، لكن للأسف مايلز خطف البنتين كيري وتوك، وبعدها بيطلب مايلز من جيك يروح له لوحده ويسلم نفسه وإلا هيقتل بناته. فبيروح جيك هو ونيتيري للمكان اللي مايلز فيه، وبيبدأ يهاجموهم بحذر شديد علشان بناتهم في ايديهم. وبيستغل مايلز الفرصة لأن جنوده حواليه كلهم ماتوا، فبيكتف كيري وبيهددها بالخنجر بأنه هو هيذبحها لو جيك ما سلمش نفسه. فبتروح نيتيري عاملة نفس الحركة وبتمسك سبايتر وبتهدده بأن هي هتذبحه، فبيضطر مايلز يسلمها بنتها لأن إحساس الأبوة سيطر عليه. وبيشتبك جيك مع مايلز في المعركة الأخيرة راجل ضد راجل، وبيقدر جيك بأنه هو يوقع مايلز في البحر ويغرقه، لكن سبايتر برضه بينقذ مايلز لأنه هو أبوه، خصوصا إن مايلز لسه من شوية مرضاش يخلي نيتيري تأذيه. لكن رغم كل ده لما مايلز بيطلب من سبايتر إنه هو يرجع معاه لكوكب الأرض بيرفض، وبيقول له إن مكانه مع جيك وعيلته ومكانه مش معاه هو. وبينتهي شر البشر مؤقتا على كوكب بندورة، وبيخلص الجزء التاني.